السلام عليكم. انا عارفه قد ايه الدنيا دلوقتي شكلها صعب وكل حاجه حواليك بتقولك استسلم، مفيش فايده. بس خلي بالك انك لسه بتحاول حتى وانت تعبان، ده في حد ذاته بطوله. انك كل يوم بتصحى وتحاول تذاكر ولو كلمه او تبتسم رغم وجعك، ده انتصار صغير بس بيبني حلم كبير. محدش نجح لانه كان قوي طول الوقت، اللي بينجح هو اللي وقع مليون مره وقام مليون مره. بص حواليك هتلاقي ربنا وبعتلك فرص، يمكن مش بالشكل اللي انت بتحلمه بس موجودة مستنيك تمد ايدك وتمسكها. اوعوا تظلموا نفسكم باليأس. ربنا شايف تعبكم، سامع دعواتكم، وبيجهز لكم وقت احلى بكتير من كل الخوف اللي حسيتوه. كملوا حتى لو خطوة صغيرة كل يوم، لان المعجزات مش بتيجي فجأة. وعايزة اقول لكم لا تيأسوا من روح الله، لان ربنا كريم قوي، وربنا عمره ما هيضيعكم وعمره ما هيضيع تعبكم. انتوا تعبتوا طول السنة، حتى لو مش كل يوم كنا بنذاكر. الوقت اللي كنا مش بنذاكر فيه دوت كنا اكيد بنعدي بظروف، حتى لو كنا حتى بنضيع الوقت وكنا قاصدين ان احنا ما نذاكرش. فالمؤمن اذا استدرك فهو يستدرك عند الكريم. يعني انت لو انت ادركت حالك دلوقتي، وادركت ان انت ما كنتش بتذاكر وما كنتش بتعمل اللي عليك وادركت ان انت دلوقتي لا، انا محتاجه اذاكر، محتاجه اشد حيلي، محتاج ان انا اكون احسن من كده، ربنا بيسامحك وربنا بيكتب لك يعني بدايه جديده، وبيكرمك وبيعينك. فاستدركوا يا جماعة، ادركوا ان لا، احنا خلاص اخطأنا، احنا غلطنا، احنا هنحاول. اوعى حد يستسلم واوعى حد ييأس. لازم يكون عندنا حسن ظن بالله، لازم يكون عندنا ايمان كبير قوي بربنا، ان ربنا هيعيننا وهيقوينا وهيعمل لنا كل حاجة حلوة. ربنا كريم جدا، وعمره عمره عمره ما هيسيبنا في وقت زي ده بالذات. في وقت زي ده بالذات لازم نقرب من ربنا، لازم ندعي ربنا، لازم نخلي علاقتنا بربنا علاقة قوية، ونحاول دايما ان احنا نبقى احسن، نحاول ان احنا نذاكر، نحاول نلم اي حاجة. وانا ان شاء الله على القناة هنا هعمل جدول لم المنهج في 35 يوم، يعني 5 اسابيع قبل الامتحان ب5 ايام، قبل بداية الامتحانات ب5 ايام بالظبط. هيلم الجدول كله حرفيا. مش عايزة حد يستسلم، مش عايزة حد ييأس. المنهج كله يقدر يتلم ب35 يوم، ما بالكوا اللي مراقب فصلين، ولو حتى مراقب المنهج كله هتقدر تلمه والله العظيم. انا عايزة كله يتشجع وما نيأسش، واحنا كلنا جنب بعض. وبس كده. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتدخلوا جروب التليجرام عندي، واللي عايز اي حاجة او عايز اي مساعدة يقدر يكلمني. وربنا يكرمنا جميعا يا رب ويوفقنا.